مساكم الله بالخير. دقيقة تكفى سبعتي اوكي؟ ماشي انا اسف. مساكم الله بالخير ويا اهلا فيكم مشاهدينا مع اول حلقة من برنامج قالوا طرب. قالوا طرب مو قالوا ترى. ان شاء الله راح اقدم لكم فنانين في هذه الحلقات، واليوم معنا فنان جميل الفنان ثامر شعيبي. يا هلا فيك فنان ثامر. شكرا على استضافتكم لي في هذه الحلقة، وان شاء الله اكون خفيف ظل عليكم وعلى مشاهدينا ان شاء الله. ومعنا الفنان الجميل الجديد الملقب بكسرة بخور عبد الرزاق ياقوت. شكرا على هالمقدمة الحلوة وقواكم الله، وهذا الساعة المباركة ان انا بينكم. طبعا اول شيء راح نسألك شنو جديدك حق رمضان ان شاء الله؟ والله انا ما عندي، لازم ما اصرح في اي شيء انا اشتغلته. بعدين الصراحة انا واقف، يعني ما عندي اعمال في رمضان، لان اساسا انا حولت غاده. شفت ان التمثيل ما ادري شلون، شفت ان انا في الغناء احسن، شايف طريقي في الغناء. فان شاء الله الخطوات الجايه ان انزل البوم في الساحه وان اغني، يعني هذا تصريح مني لك انت لبرنامجك. يعني هذا خبر حصري حق البرنامج بالضبط. ان الفنان ثامر شعيبي راح ينتقل او ينقل للغناء، يعني راح تغني ثامر ان شاء الله، وراح تهد التمثيل. تقدرين تقولين كذي، لان ما ادري شايف نفسي في الغناء احسن. والاعمال اللي قدمتها حق رمضان الجاي؟ ما قدمت ولا عمل للحين، كلها رفضت. يعني رفضت الاعمال؟ رفضت كل الاعمال في رمضان. لأن خلاص قاعدة أحاول إني ألقط كلمات وأشوف وأسافر وأرد، لأن ببتدي خطوة جادة إن شاء الله في الغناء. طيب شنو يعني أنا أشوف موضوع وايد غريب إنك أنت تنقل للغناء، بالذات إن ثامر أعتقد إن الغناء هذا موضوع يبي له حنجرة ويبي له صوت ويبي له واحد متمكن. أيوة أنا الحمد لله حنجرتي ممتازة وتمتاز في الطبقات والخلطة ميطة حلوة. نعم حلوة انك عادي تدش اي وسط، لان الوسط الفني صار عرس ومزج، واللي صار مقدم صار مذيع، واللي صار مذيع صار مغني. لحظة، شنو الكلمة اللي قلتها قبل شوي؟ خلطة ميطة. شنو؟ يعني شنو خلطة ميطة؟ يعني ميكس. لحظة يصير كل شيء. شلون يقول خلطة ميطة؟ استوب لحظة، أستاذ فراج الفراج. ممكن استوب لو سمحت ثامر؟ أنا مالي شغل، أنا ضيف يا بس بنعيد أخوي، بس يا ريت لا تقول الميطة هذه اللي أنت قلتها من شوية. إيه ليش المفردة ما كانت أوكي؟ لا المفردة مو معروفة. أوكي أنا آسف. يعني أنا كان قصدي يعني إن هالأيام صايرة ظاهرة وايد إن الفنان نشوفه مغني، والمغني نشوفه مذيع أخبار، ومذيع أخبار نشوفه برنامج سياسي، يعني ما يصير. كسرة بخور، أنت تقدر تقول الكلام اللي أنت قلته هذا الحين بهالطريقة، يعني بهالأسلوب. لا غادة يعني لا نحترم نفسنا.